طبعا هي تعتبر إحدى الجرائم الوحشية بحق الشعب السوري. يعني هل قطع المياه هاي مو على مكان واحد معين، مثلا حتى واحد يقول أمرنا لا الله، قطع المياه هاي على منطقة كاملة، على الشعب السوري كلياته. هاي يعني جريمة وحشية. نحن طبعا ندين الصمت الدولي على هالشي هذا. الشعب يعني متوتر حيل حيل زيادة، حتى يعني صار عندهم مشاكل نفسية، مشاكل عائلية ضمن البيت. يعني صار يأثر هالوضع هذا صار يأثر كثير على المرأة، خاصة المرأة. يعني ضمن البيت صارت عندها مشاكل نفسية، مشاكل عائلية، مشاكل زوجية. أحيانا هي والزوج تصير بيناتهم مشاكل توصل بيناتهم للطلاق بسبب المواد المعيشية. يعني صار فيها نقصان بسبب قطع المياه. مو بس صارت أمراض عند الأطفال وعند الشيوخ، صارت عندنا أمراض نفسية كلياتنا، وهي تعتبر جريمة وحشية بحق الشعب السوري. وين المنظمات الإنسانية بحقوق الإنسان يحكون يعني حقوق الإنسان، وين حقنا نحن كشعب؟ قطع المياه هاي طبعا جريمة بحق الشعب السوري كلياته. طبعا البيان اللي أعطته الأمم المتحدة بخصوص قطع المياه قبل فترة نحن بنعتبره ولا شيء، لأنه ما حققوا شيء من صالحنا كشعب. يعني بقطع المياه ما في شيء جديد، نحن لسات المياه مقطوعة والشعب ضايق. يعني بس يعني كلام حبر على ورق، ما في أي نتيجة. على أساس إنه دولة ضامنة من حق الشعب، جاية من حق الشعب، بس طبعا ما في أي نتيجة، ما حققت أي شيء من صالح الشعب. هي الدولة الروسية طبعا ما حققت أي شيء من صالح الشعب، بالعكس يعني صارت مضايقات أكثر للشعب السوري. لما اجت الدولة الروسية على المنطقة يعني صرنا كثير أمور تنسحب منا شوي شوي، مثل قطع الكهرباء، قطع المياه. الدولة السورية مو معترفة بهالشيء هذا أبدا، وكمان زاد ما سوت شيء من صالح الشعب أبدا. يعني تعتبر متضامنة متكافلة متضامنة مع بقية الدول ضد الشعب في شمال شرق سوريا. الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اللي عم تنحاك ضد الشعب السوري في شمال وشرق سوريا هي طبعا اتفاقيات مسيسة. ناشدهم لازم تتوقف هاي الجرائم، لأنه الجرائم هاي بحق الشعب السوري هاي تعتبر جرائم وحشية. يعني مثل إبادتهم للشعب السوري في مناطق عفرين تعتبر كجريمة وحشية. نطالب وندد تنديد يعني انه لازم تتوقف هاي الجرائم باتجاه الشعب السوري. لازم قطع المياه هاي مو وسيلة حتى مثلا يكسرون ارادتنا. اقرب وقت نحن نطالب بالامم المتحدة ونطالب منظمات حقوق الانسان وجميع الدول، نطالب بفتح المياه ابار علوك، لأنه بصراحة الشعب صار يتضايق هنا عندنا. نحن كشعب في شمال شرق سوريا نطالب إنه محطة أبار علوك تطلع من إيد الاحتلال التركي، مشان يعني ما بين كل فترة وفترة يقطعون المي علينا كمنطقة.